النهاردة عندي ليكوا حكاية غريبة شوية. مش هنتكلم عن اللي بيستحق، لأ هنتكلم عن اللي بيقرر مين اللي يستحق أصلا. تخيلوا معايا ورشة صغيرة جنب حيط جامع الحسين، الليل فيها أزرق والهوا مليان بأسرار. جوه الورشة دي كيان كيان كان عنده ورشة صغيرة، كل شغلته فيها إن هو بيخيط ظلال الناس. وكأنك لما بتكون مجروح أو حاسس إنك ما تستحقش حاجة كويسة أو مش حاسس بقيمة نفسك، ظلك ده بيتأثر، بيتقطع منه حتة، بيبقى مخربش، بيبقى مش مظبوط، بيقصر أو بيطول زيادة عن اللزوم، فبتروح لعم كيان في الورشة بتاعته وهو بيصلح لك الظل ده كأنه حتة قماش. كيان عاش حياته كلها بيصلح في ظلال الناس، مهما كانت معاناتهم، مهما كانت مشاكلهم كبيرة أو صغيرة. أحيانا بتبقى المشكلة إن أنا مدي لنفسي تقدير زيادة عن اللزوم مش في محله، وأحيانا بتكون المشكلة إن أنا مش مدي نفسي أي تقدير بالرغم إن أنا حد يستاهل التقدير فعلا. أحيانا بنستكتر على نفسنا الكلمة الحلوة وما بنصدقهاش، وأحيانا بنستكتر على نفسنا الناس اللي تستاهلنا فعلا وتكون شبهنا. أوقات بنبقى في تجمعات جديدة علينا فبنختار إن احنا نسكت في الأول لغاية ما نفهم منهم هما بيفكروا ازاي وبيختاروا ازاي وبيتريقوا على مين وبيعملوا ايه في حياتهم. بنفضل ساكتين لغاية ما نعرف هما ايه بالظبط عشان بعد كده نبتدي نعمل زيهم عشان يقبلونا وسطهم. أوقات تانية بنبقى شايفين إن من كتر ما الحاجة حلوة قوي فأكيد مش هتجيلنا، أو أكيد ما نستحقهاش، أو أكيد هيبقى في حاجة غلط أو ناقصة أو حاجة هتبوظ الموضوع. وده اللي بيخلينا ساعات نخاف من احتمالية الرفض حتى لو محصلتش، وده اللي بيخلينا ما نحاولش أصلا في الحاجة عشان احتمالية إن احنا ممكن نفشل فيها أو إن احنا في الغالب هنفشل فيها. أوقات كتير بتشوف ناس لابسين كويس، عايشين في مستوى كويس، بيعملوا كل حاجة بشكل مبهر جدا، بس هما من جواهم في حاجة بتقولهم لأ انتوا ما تستاهلوش ده، أو لو في حاجة حقيقية فعلا في حياتكوا فهي مش ليكوا، وإن كل ده بس منظر من بره. لازم القدر هو اللي يجبرنا علشان ناخد القرارات دي أو نقرب من الناس دي، مش إحنا اللي هنروح وهنحاول وهنسعى في الموضوع. أوقات كمان بتكون في صورة إني مش عايز أحس إني تقيل على حد، لإني دايما حاسس إني تقيل عليه وإن أي حاجة بيعملها علشاني هي عبء زيادة وأنا مستحقهوش. أوقات بتكون في صورة إن إحنا نقبل تعامل لا يليق بينا أو في الطبيعي إن إحنا ما نقبلوش، بس لمجرد إن إحنا نعيش في حالة من الشكوى المستمرة، أهي شماعة نعلق عليها أي حاجة. أوقات بتكون في صورة إن إحنا ما بنعرفش نقول لأ حتى لمجرد وجبة نزلت مش هي زي اللي أنا طلبتها أو ما كانتش زي ما كنت عايز، ومع إني دافع فلوس بس أنا أقدر أدي قيمة عادي، لكن ما أخدش من حد القيمة اللي المفروض يديهالي. أوقات بتكون في صورة إني ما أخدش بالي من صحتي ولا أكلي ولا نومي ولا أي حاجة ليها علاقة بجسمي، لأن يعني مين مهتم، يعني مش مهم، مش فارقة، أهي ماشية وخلاص. أوقات بتكون إن إحنا بنغلط كل الناس إلا نفسنا أو نجلد نفسنا لدرجة الإهانة. قصص كتير قوي عدت على كيان حاول يصلحها وفعلا نجح إن هو يصلحها كلها ويساعد أصحابها إن هم فعلا يفوقوا لنفسهم أو يبقوا فاهمين قيمتهم أو إزاي ممكن يشتغلوا على قيمتهم دي ويزودوها ويحسنوا من حياتهم ويلاقوا فعلا نتيجة مبهرة جدا. بس كيان نفسه نسي نفسه، نسي إن هو كمان عنده ظل، وإن هو كمان عنده جروح، وإن هو كمان عنده حاجات تكسر فيه أو صوت جواه بيقوله إن هو ما يستحقش، وإن هو قيمته الحقيقية بس في خدمة الناس مش لنفسه. عاش سنين وهو بيشوف نتائج عظيمة جدا مع كل الناس اللي ساعدهم وخيط لهم الظلال بتاعتهم، وبيشوف النتائج بتاعتهم قد إيه مبهرة وقد إيه جميلة. طالما أنا ساعدته يبقى أنا شخص عظيم، يبقى أنا كمان أقدر أعمل كده. بس ما كانش بيعمل كده مع نفسه، في الحقيقة كان بيقول لنفسه أنا عندي البذرة، أنا عندي الحاجة اللي بتحرك كل الناس بمختلف تفكيرهم وفئاتهم ونضجهم ووعيهم وأيا كان، عندي الحاجة اللي كانت بتحركهم فعلا. طب هي ليه ما بتحركنيش؟ هي ليه ما غيرتش حاجة عندي؟ أنا ليه لسه في ورشة؟ يمكن أنا لسه مش مصدق إن أنا أستاهل ده، بس بفرح قوي لما بشوف غيري بيحققه وبيحس إن هو بيصدق فعلا. بقدر أخلي غيري يحس إنه مصدق، بس مش قادر أخلي نفسي أحس إني مصدق. كل الكلام ده كان بيدور جواه، وكل الأسئلة اللي كانت محيراه طول الوقت كانت هي السبب أو الأدلة اللي خلته يقوم تاني ويعمل النقلة الحقيقية فعلا في حياته، يصدق بقى فعلا ساعتها إنه يقدر يغير ويقدر يعمل نقلة حقيقية فعلا. الخطوات الصغيرة اللي كان بياخدها زمان أو يمكن كان شايفها صغيرة لأنه ما كانش مصدق فيها برضه، هي دي اللي بنت جواه صلابة نفسية كبيرة
وخلّته يقدر يشوف من عيون كل الناس اللي هو ساعدهم إنه يقدر يعمل كده لنفسه كمان، ومع إنه كان بيعمل حاجة بيحبها، بس كان بيعملها علشان الناس، عشان يحس إن هو بيخدم الناس. قفل الورشة وقعد مع نفسه أيام طويلة يعيد فيها حساباته ويفكر، جاب ورقة وقلم وقعد يكتب كل حاجة هو كان نفسه يعملها لنفسه بس، مش علشان يساعد بيها حد أو يحس بالفخر إن هو أنجز مع حد حاجة، لأ، هو النهاردة عايز ينجز ده لنفسه هو، وشوية بشوية ابتدى يخيط الظل بتاعه وابتدى يعالجه ويصلحه. هو كده كده كان خبير في الموضوع، بس ما كانش بيعمله لنفسه، ورجع تاني يشتغل ويدخل في شراكات وياخد مخاطرات ويعلي الشغل بتاعه ويكبره، وبقى يقدر يخدم ناس أكتر على نطاق أوسع. بس المرة دي كان بيعمل ده وهو بيتابع الظل بتاعه بشكل مستمر، طول الوقت عينه على الظل بتاعه، كل ما يلاحظ إن في حاجة اتأثرت أو حاجة هتخليه يرجع لورا يوقف ويخلي باله من نفسه ويرجع تاني. في كام واحد في حياتنا خدمة الناس بالنسبة له هي القيمة الأساسية في حياته، بيحس بقيمته فعلا لما يساعد الناس. في كام واحد برضه خبير في النصايح وفي المساعدات الخارجية، لكن ما بيقدرش يعمل ده لنفسه خالص، أو يمكن ما فكرش قبل كده. في كام واحد من بره يبان مبهر أو عظيم، بس هو بينه وبين نفسه عارف إن في حتة معينة في حياته عطلان فيها وشايف نفسه فيها أقل من العادي. في كام واحد اتقال له أنت مش عارف قيمة نفسك وبرضه ما كانش بيصدق. هتحس بقيمتك الحقيقية من كلامك لنفسك طول الوقت، هتحس بقيمة نفسك كمان من اختياراتك. لما تيجي في لحظة انت نفسك تختار الحاجة اللي متعود تختارها، بس في مرة قررت انك هتقول لأ، مش هختار ده لأن مش ده اللي أنا أستاهله. هتحس بقيمة نفسك لما تزود مهاراتك وإنجازاتك ونجاحك في الحياة وعلاقاتك الواسعة، بس مش عشان الحاجات دي هي اللي بتديك القيمة، عشان النفسية اللي بقت عندك هي اللي بقت تقدر تعمل الحاجات دي. ده اللي بيديك القيمة، الصلابة النفسية والمرونة، وإن أنا بعد ما أقع أقوم، وإني أقدر أستوعب ضعفي ومشاكلي واللي هو بالضرورة موجود عند كل الناس. هو ده اللي بيديك القيمة. الوقت اللي بيكون مرجعيتي فيه أخلاقية ودينية، ودي مش سهلة أبدا، هو ده اللي بيديك القيمة. وسلام.